القصة ديالي بدات واحد النهار من الأيام فاق لي الضمير، وهو يقول لي نوضي تخرجي سيري تبرعي مع راسك. نهار الجمعة هذا غدوز عليك الدكاكة في الكوزينة، غطيبي قصرية ديال الكسكس وقد البارابور، وحتى واحد ما غيقول لك الله يرحم الوالدين. سيري خرجي وكولي سكسو في الزنقة غير ديال طبيسي ديال واحد الشخص وعيشي الأجواء. انا واحد البنت هي الكبيره في دارنا، وهي اللي هزت الدكاكه ديال الشقه والشغل والتسياق والتخمال وكل شيء. كل نهار الجمعه كتبدا عندي المعاناه الاسبوعيه. الناس كيصليو وكيجمعوا الحسنات والاعمال الصالحه، وانا نهار الجمعه كنجمع فيها غير السيئات والذنوب والمعاصي، بكثره الدعاوي والسبان والغوات في هذاك النهار. بما انني واحد البنت قريت واحد شويه وجلست في الدار، وعندي خويا دري وجوج خواتاتي بنات كلهم صغر مني وكلهم كيقراو. انا ملي خرجت من القرايه وجلست في الدار وليت غير صالحه للاستعمال، وهما يدفعوني للكوزينه. اللي تكلم في خوتي ولا اللي ناقشت معاه شي فكره يقول لي كوزينتك ويسكتني. طبعوا لي الطابع ديال دادا مباركه في الظهر، وبقى مطبوع فيا ما يحيدوا لا الماء لا الصابون البلدي لا الكيس لا الماء القاطع. واستمرت حياتي بحال هكاك، وبقيت انا هي المسؤوله على الدار والكوزينه. واش غيطيب غدا، واش غنوجدوا العشاء، واش كاين الخبز ولا ما كاينش، واش الخبز بايت ولا تاع البارح، اش كاين في الثلاجه. انا اللي كنقول با شنو خاص وشنو خاصو يجيب. امي اعتبرت راسها بحال شرات شي عبده من سوق النخاسه، وشدت التقاعد وحط رجل على رجل. ملي كنهضر كنقول لها امي وك الحق هذا ماشي حق، وك امي حقوق النساء. كتقولي ياك نتي ما بغيتي تقراي ما بغيتي ديري صنعه ونشرتي رجليك وحده لهي وحده هنا، وتبكي وتقولي ما بكيتش. وك الحق ما بغيتش نمشي للقرايه، خلوني نجلس في الدار. وقلت لك سيري تقراي، سيري بنتي للمدرسه، سيري راه الباك هذا. وتطلبي فيا وتقولي ما طلبتش. عافاك امي خليني نجلس، ما تليتش مازال بيت نمشي نقرا. انا كرهت، انا ما قديتش، انا داروا لي شي سحور، انا هذا انا هذا. ويكوك نسيتي ولا ما نسيتيش؟ عين تبكي وعين ناشفه. وتطلبي وتقولي ما طلبتش، وتقولي امي غنبقى نسيق ليك ونجمع ليك وغنبقى نقد الدار، وانا اللي غنولي مسؤول على الطياب. عافاك امي نسيتي ايامك. وكنتفكر وقت ما قالت لي امي هكا وطلقات عليا هاد الاسطوانه المعتاده، كنقول لها ييه عندك الحق. انا اللي بكيت حتى نشفوا عينيا وما بغيتش نمشي نقرا، وخفت من الباك وطلعت لي القرايه في راسي وانا نبكي، وتقولوا لي لا واه سيري لا واه كذا. ودابزنا انا وياك ومشيت للبلاد عند جده ورجعت، وقلت لي رجعي العام الجاي وما بغيتش نرجع. انا امي اللي ما بغيتش صافي. وكدور هاد الجماعه بيناتنا ونهز الكراطه وندخل نسيق. بما انني كنت انا هي الكبيره في الدار، كنت انا هي اقرب شخص للبا. البنت الكبيره كتكون هي اليد اليمنى ديال الاب. هو يتحكم في خواتاتي وما يخليهمش يخرجوا، ويتحسب معاهم معاش دخلوا معاش خرجوا فين مشاو. انا لا، وقت ما خرجت كيقول لي با السمع والطاعه. ونجلسوا انا وياه ونجمعوا، قالت هادي قال هذاك، ونضحكوا انا وياه ونشطوا، ونخرج ندور في الزنقه بلا ما نقولها ليه بحال شي صاحبو. ايوا كما قلت لكم في البدايه، حنا كان عندنا نهار الجمعه واحد النهار اللي مقدس لابد يداروا فيه الطقوس، وينوض با يدوش وامي تدوش وخوتي يدوشوا، ويمشي با للجامع ويدار الكسكسو على حقه وطريقه، ويتبخر الدار ويدار هذاك الشيء بحال العيد. با كيلبس جلابيتو بلغتو طاقيتو بيضين، كيجي كيقلب السكر اللي عريتيه، طويلو غليظ من جهه الكرش كي داك المغزل ديال الصوف. ما تشوفيه نهار الجمعة حتى يمشي ويجلس يتصنت للخطبة ويصلي ويجمع شوية مع صحابو ويطرق مالين الديسير ويطرق مول البان، حتى لديك 3 عاد تشوفيه جاي هاز 2 مياكي ديال اللبن كيلا بينا ندوشو بيهم. امي تلقى هذاك الزي الرسمي ديالها نهار الجمعة هي واحد الوجدية بيضة ومنبته بواحد 3 كيلو ديال العقيق الخضر، ودير واحد الزيب خضر وتطلق واحد البخور ما عرفت منين جابته. اما هذيك الوجديه من المسيره وهي عندها كتقول الاسطوره ان هذاك العقيق كان حمر وبكثره القدوميه وتعاقب السنين ولا مسكين خضر. العقيق عيا وامي ما عياتش،
صافي تبقى غاديه جايه في الدار بريحه البخور وداك القشاب البيضاء وداك الزيف الخضر والعقيق خضر، تشوفيها وتقولي لها السيد: امي اش هاد الحاله؟ واش اليوم الجمعه عيد المؤمنين ولا ماشي تزوري في بوعبيد الشرقي؟ اش هاد البيض والخضر كل نهار كل عام كل سنه ميلاديه كل سنه هجريه كل عصر؟ خاصك غير رايه والزواطه وتنضمي العساوه وتنوض امي تسكتك بهذيك الهضره. هادي راه الوجديه مصايبه في وجدها، العيالات اللي صايبوها بيديهم ومنبته بالعقيق الحر تاع ايران. امي داك النوع اللي يشكر لك البيته في الحبس. ايوا صافي وكنخليها انا في بالها، هي عايشه لافيو الحياه حيت عندها العبده في الكوزينه اللي هي انا بكل تواضع. صافي وانا كنكون داك نهار الجمعه عندي كيدوز في تماره والتقرات تاع الخضره والطفوار ديال السكسو، وحنا بومي كياكلوا بزاف، خاصك ديري 2 طون ديال السكسو بحال غادي تخرجي الصداقه. من تسعود وانا في الكوزينه نكسكس ونقول ما كسكستش، نكسكس ونقول ما كسكستش، نكسكس ونقول ما كسكستش، حتى كيقهرني الصهد وديك البخار تاع السكسو وديك تمار، ونبقى الله يعطيكم والله يوكلكم فيه السم والله يقطع عليكم جدر ويكوك ما كيديها فيا حد، عارفيني عصبيه وغنغوت حتى نعيا وغنحط لهم سكسو في الاخر ما بقاوش كيتنفسوني كاع. الا كلمني شي حد راه كلمتوني نتوما. ايوا صافي كان هذاك هو روتيني الاسبوعي نهار الجمعه. حتى ملي كيساليو الماكله وكيقول تقولي زعما يعاونوني يغسلوا لي المواعن ولا شي حاجه، ما كاين اللي بيمسلك شي كاس. خواتاتي كيقراو وخويا كيقرا. ايوا صافي خواتاتي قالت لك هما كيقراو وما ممنوع منعا بات تاني يديروا شي شغل ولا يدخلوا للكوزينه، وخويا هو سي السيد ديال الدار. خويا هو الجمع المذكر السالم عندنا في الدار، داير ليه مي اكبر بيت هو ديالو وسداه ليه، فيه البيرو فيه الناموسيه فيه السبوره فيه واحد داك المجسم ديال الكره الارضيه فيه الحوجاله فيه المخبار فيه المحرار فيه كل شيء الادوات ديال البحث والعلوم. والمشكله الكبرى ان خويا سقط 2 مرات في الليسي وكيقرا الاداب، مع احترامي للتخصصات كاملين الا انه لا يستدعي تكون عنده الحوجاله والمحاليل والبولات والضو والسلوكه والسبوره والابحاث. كانت امي مجهزه ليه هذاك البيت بحال مختبر ديكستر، كتسناه شي نهار يصنع ليها فتيات القوه. ايوا صافي السيد كيسد عليه ما يتحرك ما يتسخر ما يعمر البوطه ما يهز الثقل ما يتخمل ما يهز الداري ما ينشر الحوايج. معتكف في هذاك البيت مع الكتوبه والادوات والمقلمه، تقولي كيبريباري الفيزياء الكميه الدكتوره فيها غيشدها. صافي باختصار هذاك النهار انا يطلع لي الدم وقلت انا اليوم هاد الجمعه الا درتي يدي فشي كسكسو ولا شي شقه ولا طيبت شي حبه ولا فورتها بغيتي يدي تقلى في الزيت، بغيت لراسي بوفالج في العظام. صافي هي هذه قلت لهم والله الليل اللي هوان يا ما نطيب انا شي كسكسو اليوم ولا ندير ولا نفعل ولا نترك. قلت لهم اليوم انا غنخرج غنمشي نعطي راسي للدنيا ولا نلوح راسي في البحر ولا يضربني غير البرد، الناس نهار الجمعه يديو الحسنات وانا ندي فيكم الدعاوي. اللي بغى سكسو يدخل يطيبو في الكوزينه. اجعرت عليهم امي يلاه بغات ديماري تعطيني داكشي علاش كنقلب وهو يسكتها با السلطه العليا ديال الدار. قال لها غير خليها بغات تخرج خليها دائما كطيب لك سكسو دائما كتشقى مسكينه خليها تخرج. ايوا صافي خرجت انا مع الاذان كي الهبيله كندور بوحدي في دوك الزناقي والشوارع انا والمشاش والكلاب. الجوامع عامرين والناس كيصليو وبنادم العيالات اللي ما في الجوامع كاين في الديور كيصايبوا يسكسوا اللي خدام اللي المهم ديك الوقيته ديال الظهر ديال نهار الجمعه كيكون كلشي ساد الحوانت الخياطه القصاريات وكلشي في الجوامع. غاديه لابسه واحد لونسومبل بيضاء وواحد الشمس وواحد الحراره المفرطه وواحد دقيقه الشمس بقى تهبط وتبوسني. بقات لي دقيقه ويشعل راسي بالعافيه ونبقى غاديه كي الشمعه. بقيت ندور من هنا ولهي حتى لقيت واحد الكحانوت وشريت واحد القريعه تاع الماء وشربتها وبقيت كندور نقلب فين ناكل وانا نلقى واحد شبه محلابه، هي محلابه كبيره وفيها داكشي تاع الحرشه والمسمن والريب وداكشي وكبيره وفيها الكسكسو كيديروه نهار الجمعه ودوك المأكولات الخفيفه. صافي لقيت بعض الناس داخلين جالسين ديك الساعه سالات الصلاه ديال الجمعه، بدا داك الحشد والدنيا كتعمر شويه والناس كيخرجوا من الجامع.
بدات شويه الدنيا كتعمر، عباد الله الرجاله لابسين دوك الجلالب ديالهم البيضين والطويقيه، والدراري الصغار ودوك الزرابي تحت الباط. واحد المنظر جميل، واحد المزيج جميل تشوفي فيه ما بين التقاليد ديالنا والاعراف والدين. ايوا صافي دخلت كي الناس، لقيت شي ناس بحال موظفين، بحال اللي خدامين في البنكه، بحال اللي كيقرا، بحال اللي المهم جالسين تما كياكلوا كسكسو. سولت البنت قلت لها اختي الكسكسو بشحال؟ قالت لي التبصيل ديال الكسكسو ديال واحد الشخص ديال اللحم 40 درهم، وديال الدجاج 35 درهم، معاه كاس ديال اللبن والهريسه الا بغيتيها والتفايه من الفوق. انا عندي واحده الفريال كمدها ليا با، وانا نقول لها ديري كاع واحد ديال الدجاج الله يرحم والديك الله يكمل لك الرجع. قالت لي واخا صافي، وعمر الدنيا وقرا يقرا يدير المعالق، ها اللي يدك الفلفله الحاره، ها اللي يشرب اللبن، ها اللي واحد الجو غريب، ها اللي هما ثلاثه منفردين في قصريه دايرين فيها ثلاثه الحقوق، ها اللي عرام منفردين في قصريه. المهم كلشي شاد السكسو، حتى واحد ما شاد شي حاجه اخرى. صافي جابتو ليا كليت داك الكسيكسو، انا يلاه غادي نسالي ونشرب ديك الكويس الاخر ديال ديك اللبينه. ها واحد المراه جالسه حدايا، مراه كبيره تقريبا غاديه للعمر تاع امي، وبعقلها وجلابيتها، وجالسه حتى هي شاده كسكسو ديالها وكتاكل، وهو يصوني ليها التليفون وهي تقول الو، وبقات قال ما في داك التليفون بجهد كتناقش شي موضوع مهم، وانا اللحدنيه وكنسمع لا نتنازل لا ما تنازلش، لا ديك العريض لا الرئيس لا وكيل الملك لا الذهب لا الحبس لا كذا لا كذا. قضيه فيها الحبس وفيها شي حاجه ماشي هي هذيك، والسيده متوتره. صافي تقطعت داك التليفون، حطت داك التليفون ديالها فوق الطبله وهي تشوف فيه وشفت فيها، تلاقينا بالعينين وهي تقول لي الله يصاوب المشاكل في هاد الدنيا، وانا نقول لها الله يصاوب اختي واش غديري، حتى واحد ما لقاها كيبغاها. صافي هو يدوز الكونتاكت، اصلا غير كتكوني جالسه مع شي وحده ولا ملاقياها في التران ولا في الطاكسي ولا شي بلاصه كتقول لك الله يصايب، ولا تقول لك كاين الصهد ولا تقول لك كاين البرد، صافي ويبدا النقاش طويل العرض بيناتكم، وتعاودي لها حياتك وتعاود لك حياتها، وتعاودي لها المأساة وتقولي لها انايا حنا العيالات عندنا هاد البديهه. صافي بقيت معها هادي تنفع هادي الضر وهاد كذا، ونعاود لها انا حياتي وعاود لي حياتها، وهي تقول لي ايوا ما دير خير ما يطرى بس. قلت لها علاش؟ قالت لي راه كانت عندي واحده بنت اختي مخليها عندي دوز العطله وهي كطير ويديها خفاف، وكانت عندي واحد السلسله ديال الذهب ما تشهى غير هي، سنين ومنين وهي عندي، طيرتها ليا وسرقتها. ايوا صافي درت اللازم ومشيت دعيتها، وجاو العائله كيطلبوا لا واه انت عمتها، لا واه البنت مسكينه، وانا عارفاها ومتاكده بلي هي اللي سرقتها ليا. قالت لي وانا دابا ما عنديش شهود وما متاكداش، وعارفاها هي اللي سرقاها، واصلا يديها خفيفه ودائما كنلقاها هزه الفلوس وكنجيبها دوز عندي العطله وكذا وكذا، وهي كبيبره عندها 19 عام عارفه اش كدير. عاودت ليا ودمعه ناشفه ودمعه هابطه، وهي تقول لي خصني دابا غير اللي يشهد ليا واللي يكون معايا يمشي معايا باش يقول لهم راه بصح سرقات ليها السنسله وشفتها. انا غير شفت الدموع وشكات عليا المراه، وانا عندي الجبهه والسنطيحه، وعندي واحد لافونس عطاها لي سيدي ربي، وواحد عدم دخول سوق الذات، وعزيز عليا فين ما كان شي سبوقات ندخل ليهم ونساعد ونعاون، واش بيتي نوقف معاك في كذا بلاتي نهز لك بلاتي ندير لك فيا هذاك الهبال. صافي وقلت ليها واش بغيتي نشهد ليك؟ تحلو عيني المراه وتحل فمها وتحل نيفها وتحل ودنيها وتحلو كاع التقابي، ما تيقاتش ملي سمعت هذيك لوف اللي عطيتها، تحلو عينيها حتى خرج منهم داك السكسو اللي كلات بخضرته بحمصو بزبيبو بتفايتو. قالت لي تشهدي معايا؟ مازال انا كاع ما لحقتش على الشهاده، مازال ما وصل داكشي للمحكمه، تمشي معايا غير للبوليس، تمشي معايا عند الرئيس تقولي لهم راه انت كتجي عندي ديما وشتيها حتى سرقت لي السلسله ديال الذهب وخباتها وداتها، انا مزوقه فيك بنتي والله ما ننساها لك، والله حتى نعطيك 1000 ريال ولا نعطيك 100 درهم. قلت لها لا وهلا لا، انا ما بغيت لا 1000 ريال لا 100 درهم لا 100 حجره، انا بغيت غير نشهد لك في سبيل الله، على حناش غنديو معنا كاع غير الاعمال الصالحه. قالت لي يا صافي هي دابا نوضي كذا كذا، وهي تنوض خلصت داك الكسكسو ديالي وديالها، انا نحلف وهي تحلف والله ما تخلصي ولا حتى نخلص، وخلصت عليا.
صافي وخرجنا انا وياها وبقينا غاديين مع الطريق، غاديين وقالت لي زيدي نجلسوا في القهوه، راه دابا كذا، راه مازال ما جاش واحد خالي وواحد كذا وغادي يجيب. باينه فيها شي مخلويضه. جلسنا في هذيك القهوه، شدت لي العصير شويه، قالت لي رودي يلاه نمشيو للكوميساريه، زيدي معايا نهضروا مع الرئيس. قلت لها يي نمشي معاك للكوميساريه. ايوا خرجنا وبقينا انا وياها، زدا كادك وهي تعاود وانا المظلومه، وانا كنجيب ولاد خوتي يجلسوا عندي، وانا عمتهم الوحيده وعندهم غير عمامهم رجاله، ونهزو نحط ونكسي ونصبط ونغطيهم في الليل ونديهم للبحر ما نخلي ما ندير، وكيسرقوني ويديروا ليا، ودات لي السنسله دايره بمليون ونص وكذا. بقات فيا وتعاطفت معاها وتيقتها دغيا كي الهبيله، وهي طويله غليظه وعامره ولابسه واحد الجلابه فانيديه باهته، غاديه كي لانشون، والصباغه ديال الضفار ديال الرجلين بيرمانون كتبريكي الرخام، وكذلك ديال اليدين. واخا هي مرا كبيره في العمر ديال امي، ولكن كانت دايره ومهليه بالحاله، ودايره داك الزيف نص زيف هابطه من النص ديال القصه وحاطه عليه النضادر، تعكيره والحنوك حنوك، والايلاينر ما رسمو حتى المهندس، الشعر مجموع تحت الزيف الفوق كي اناناسه. اما شي دباج ديال الذهب دايرهم في يديها يحلوا لي جميع المشاكل ديال حياتي، بما فيهم ديك الكسوه الوجديه ديال امي، غنشدها ونديرها في شي مجمر ونحرقها ونشري لها شي قميص ديال هذا الوقت. قهرتنا بهذيك اللبسه ديال الهياض. ايوا صافي لحقنا للكوميساريه، والسيده بقينا كنهضروا مع داك واحد البوليسي كاين برا اللي كيكون في ديك الكويبينه اللي كتبقى يسولك وشد عندك التليفون ويقول لك شنو بغيتي قبل ما يدخلك، ديك لا كابين صغيره. صافي وكنهضروا شنا كاين ما شنا ما كاينش، صدق هذاك البوليسي كيعرفها، جات المراه شحال من مره لتما. صافي انا بغيت ندخل عند الرئيس، انا كذا، ها هي البنت غتشهد ليا، بنت خويا دات ليا السنسله وهذا كذا، وحنا في بلاد الحق وعاش الملك، وعطات داك الديسكور تاع داك اللي كيكون ظالم ودير راسو مظلوم. صافي وجا واحد السيد بوليسي حتى هو، ولكن ما لابسش اللبسه، كيهضر معاها وقال لي شكون انتي؟ قلت لها انا صاحبه هاد السيده وجارتهم. هو دغيا قلعني البوليس عندهم هذيك البديهه، وهو يقول لي جارتهم فين كتسكني، في الفوق ولا لتحت ولا حداهم ولا بالجنب؟ كيسولني شي اسئله عبيطه بحال بغى يستفزني ولا بغى يحصلني. صافي وهي تقاطعوا واحد البوليسيه واقفه تما معاهم، فيها الطول والعرض والارتفاع والمساحه قد الباب تبارك الله. قالت لي اشنو سميتك؟ قلت لها سميتي رحمه. قالت لي جبتي لاكارت ناسيونال؟ قلت لها لا ما جبت لاكارت ناسيونال ولا الباسبور، انا خرجت غير ناكل السكسو. صافي وهي تجرني هذيك البوليسيه وكتهضر معايا بشويه، وقالت لي واش كتعرفي هاد السيده؟ واش شفتي البنت اللي سرقات ليها الذهب؟ واش كذا؟ حصلتني البوليسيه دغيا، واش غير كندخل نخرج في الهضره وكنخربق. قلت لي علاش غديري؟ سيري فحالك، واش عارفه بلي انت دابا غادي ديري شهاده الزور وغتدخلي راسك في شي حاجه ماشي هي هذيك؟ واش كتقلبي على الحبس ولا شنو؟ سيري بنتي فحالك، راكي مازال صغيره وما فاهمه والو وغير مدرمه، يلا سيري ما عمري عاود نشوفك هنا، غبري. حرشت معايا الهضره وانا نقلفرت وانا نمشي، ما تليت شفت البوليس ولا درت جهد له الكوميساريه ولا درت لهنا ولا درت لهيه. صافي شديتها كعاطيه وحدانيشه للدار، دخلت مخلوعه لقيتهم داروا داك الكسكسو وكلاو وغسلوا الماعن وتكاو. قال لي با مالك تبدل فيك اللون، مالو وجهك تجمر كي المسمنه؟ با كيعيق بيا، اللي درت يعرف. قلت ليه لا والو با، ها شطرا ليا وانا نعاود ليه. كيضحك عليا وقال لي يا الهبيله انت دايما مقدمه، وهذيك الجبهه اللي عندك خصني نقطعها لك بالمنشار، واش انت مسطيه؟ كون دخلتي دابا عند الرئيس وقلتي لهم راه انا شفتها سرقت ليها الذهب وغتصدقي كاذبه وتصدقي دايره شهاده الزور، والله يمك حتى تمشي للحبس وكذا. حتى عاود لي با وشرح لي في السريه، عاد عرفت هذاك الشلهبال اللي كنت غادي ندير والكارثه العظمى. وهذا غير وحده من بزاف ديال الجبهات اللي درت، ولكن اوعر وحده كاع هي اصلا اللي جيت نعاود لكم عليها القصه. ايوا مشات الايام وجات الايام ودازت الشهور، بالاعياد بالمناسبات بالنهارات الحلوين والمرين. انا كون نهار في الشقه في الكوزينه وما كتبدل في القفيطينات والقمامس، كون نهار لابسه علينا ديك الكسوه ديال الهياض، خواتاتي كيقراو غاديين مع الزمان، خويا سد عليه داك البيت وداك المختبر
يضل مقابل داك المجسم ديال الكره الارضيه ويدور فيه، كيقلب على بلاد الرافدين فين جات. هو كيقرا الاداب ومحطوطه حداه الحوجله فيها 2 متر، وداكشي ديال الغرام والديسيغرام والسنتيغرام ما عرفتش كيدير بيه ولا شاريه ليه امي. ايوا هاد العبده المذنبه، الكوزينه، الشقه، الطياب، المانط وهكذا. جات المناسبه ديال الزواج ديال صاحبتي المقربه، صاحبتي جليله اللي كانت كتقرا معايا، وبقات صاحبتي الوحيده اللي ممكن اوتوريزي تجي عندي للدار ونمشي عندها انا للدار. ايوا صافي، جليله ظريفه وقلبها ابيض، داكشي اللي عطى ربي الجليله في القلب الابيض والكبر عطاه لي انا في الجبهه. من نهار دواو فيها الناس قالتها لي انا فقط، عارفين غير امها وباها وانا. قالت لي يا صاحبتي راه دواو فيا الناس، راه كذا، راه الا كمل سيدي ربي راه غادي نتخطب وغيجي ونديروا التعارف وكذا وكذا. هاد المعلومات اللي كيخبيوهم الناس وكيكتموهم ما كيقولهمش كاع قالتهم ليا. خالتها اللي هي خالتها ما قالتهاش ليها وما حضرتهاش، وانا حضرتني في دوك الايام الاولى. صافي فرحت ليها وعجبني الحال، خصوصا انني كنت كنعرفها هي وياه كانوا بين قوسين مصاحبين وكيبغيو بعضياتهم، وفرحت ملي غادي يدوزوا علاقتهم للحلال ويتزوجوا. جليله كانت حتى هي بيطاليه بحالي وجالسه في الدار. ايوا صافي دات داكشي ديال التعارف ودارت الخطبه، وقالت لك باغا دير العرس في الدار وعقد القيران وداكشي، وبغات دير غير شي حاجه بسيطه، اقل من بسيطه، حيت اصلا جليله كانوا عائلتها بعاد بزاف، بحال قلتي كاين فواحد المدينه بعيده على المدينه ديالهم واحد 600 ولا 700 كيلومتر، يعني ما يمكنش ديري العرس. وكانت الا مشات لبلادهم دير العرس غير خصها دير مهرجان، حيت بلادهم العائله كثيره وداكشي. شافت حتى عيات بما انهم هي واحد الناس اللي على قد الحال، وقررت انها ما ديرش شي عرس كبير، غدير حفيله صغيره يكونوا فيها غير الناس المقربين وصافي. ملي دارت الخطبه جابت التريتور وجابت واحد المراه اللي طيبات ليها وتقام عليها داكشي غالي بزاف. ما احنا في المغرب شويه دوك صحاب التريتور وصحاب الاعراس كيتحمسوا، ضربوها حتى دارت مسكينه. ايوا هي مسكينه بنت الناس دراوش ما قدتش على هذوك المصاريف. صافي وانا نقترح عليها، انا هي العارفه العالمه، قلت لها شوفي يا جليله، مالك انت على هاد التريتور ولا الطباخه ولا الطيابه ولا النكافه، اش بغيتي هداك الشيء كله؟ وفري فلوسك وما كاين ما تضيعي، يا كنتي غدير غير حفيله صغيره في الدار مع اقرب المقربين طيبي راسك. راه بزاف د العائلات كيطيبوا راسهم في العرس ويتسخروا لراسهم ويديروا طباليهم لراسهم وكل شيء، الا كاع بغيتي طيري كري الطبالي والماعن، 2 طبالي كريهم بمعنهم ونبينا عليه السلام، ديري يدك في يد سيد المير وسيري في حالك. صافي انا بقيت نوسوس ليها كي الشيطان، نجيها من هاد الودن ونجيها من هاد الودن. شوفي غديري غير الدجاج المحمر، لواه البسطيله، غديري كذا، لواه بديري قطعه اللوز، غديري اللحم، غديري الشوا، غدوزي على الناس الكاطو كلاصي، غديري العصير غطحنيه غير في الدار، اش بغيتي انت المصاريف ويكوك 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 ويكوك. طيبت ليها راسها في ديك الفتره اللي كانت كتوجد فيها، نهار بعد نهار بعد نهار حتى قنعتها. قلت لها طيبوا نتوما في الدار، انا نهز لك هاد المسؤوليه العملاقه. اش هذا ما هذا؟ قلت لها شوفي حياتي كلها وانا في الكوزينه، انا اللي طيبت لك الدجاج المحمر تحلفي عليه حتى حطيت لك حليمه الفلالي، اما البسطيله ديالتي هي اللي مصوره في جوجل، اما الحلويات، اما دوازاتاي، اما كعب الغزال، داكشي راه كنصرعو. راه جليله كنخرج الذهب من يديا الا ما قلناش الديامون، راه كندير شي فقاص، راه دق البرا وصافي. ايوا انا بحال امي نشكر البياته في الحبس، نعض خزوه ونقول حلوه، نشوف الحماره ونقول مسراره. قالتها لامها وقنعتها، خصوصا انا قلت لها شوفي يا جليله، راه ماشي انا بوحدي اللي غنطيب لك، راه غنطلب امي وتجي تعاوني دير معاك هاد السربيس، انا وامي غنجيو نطيبوا لك. هاد الشيء علاش هي قدرت انها تقنع امها، قالت لها راه غتجي جليله هي وامها يطيبوا لي في العرس ديالي اللي غندير في الدار، غدير هي غير 2 طبالي ولا 3، يعني واحد 9 دجاجات ولا 10 دجاجات واللحم. صافي العرس ديال البنت ولا ديك الحفيله اللي غدير بقات ليها شي 15 يوم، خليتها انا تا بقات هذيك 15 يوم عاد جبت مع امي الموضوع،
اش هذا ما هذا. قالت لي امي واحد النهار مازال ما مشينا للحمام، ما درنا حنا كي الناس، ما وجدنا، ما صايبنا، ما فعلنا. حيت امي كانت معروضه معايا للعرس ديال جليله، بما انني صاحبتها المقربه وغنطيب ليها، عرضت حتى على امي، واخا هي ما كتعرفش امي مزيان، حنا صحابات غير انا وياها، واصلا جابت غير المقربين بزاف، ما كاملين حتى 16 ولا 17 د الناس. صافي انا كنشوف امي ما عرفت منين نبدا ليها الموضوع، وهي قالت لك غتوجد تكشيطه، وقالت لك بتحني مازال وغتمشي للحمام، والسيده تيقط راسها معروضه. وانا نقول لها امي العزيزه بغي نقول لك واحد الجماعه. قالت لي اش من جماعه غتقولي ليا؟ قلت لها انا راه قلت لها لصاحبتي جليله انا اللي غنطيب ليها، حيت مسكينه درويشه وبها الى قد الحال، ما عندها لا يعاونها لا والو، وهما غير خواتات بنات، ما عندهم حتى الدري زعما اللي غيهز ولا اللي خدام عليهم ولا اللي يحط ولا. قلت لها انا اللي غنطيب لك الدجاج وداكشي ديال العرس. قالت لي اييه مزيانه التريريسه، بغيتي تمشي طيبي البنت لصاحبتك. هي الهبيله يا كرداس الشتا ديك اللي ما بغاها حتى الكلب. تصدمت ملي كان رد الفعل ديال امي هكاك، نسحب لينا غتقول لي الله يرضي عليك بنتي، هادو هما العيالات، صاحبتك مسكينه ما تخليهاش، ومزيان طيبي ليها باش ما تضيعش الفلوس عند الطيابه، وكذا وكذا وكذا. جمعتني امي وحطتني، دارت لي قبضه البعبع. ودرت شهيق ما قديتش ندير زفير. كملت عليا وقالت لي كون هلي كان فيك شويه النفس بحال امك. يا الهبيله يا الدريريسه ديال صحاباتها، البوطه الصغيره اللي كدير غير الفرانك فيها النفس وانتي ما فيكش. نوضي قلبي على شي طابليه زينه وشي زيف ديريه تاع حياتي باش تمشي طيبي لالاك. صافي امي ما عجبهاش الحال، وكان هذاك هو رد الفعل ديالها الصاعق. هادشي مازال ما طلبتهاش، وقلت لها وامي راه انا قلت لها انت هتعاونيني في الطياب. ما شجعتنيش مي نقولها ليها. شفت حتى عييت ومشيت للكوزينه، شربت واحد الكاس ديال الماء، بردت به داك الاحراج اللي دارت ليا، حيت حسيت بالاحراج. وانا نمشي وجلست حداها في دوك السديديريات، وقالت لي ما عرفت واش ندير الفاسي ولا الخليجي ولا ما عرفتش من نقش غادي ندير. قلت لها امي نطلبك واحد الطليبانه مزوقه ليك في البزيزيله. قالت لي ما كاينه لا بزيزيله لا حليقيمه. قلت لها غير سمعي امي، غنطلبك اخر طلب في حياتي، عمرني ما نعاود نطلبك شي حاجه ولا درتي لي امي هادي الله يعطيك ان شاء الله شي حجه في مقام النبي. انا نطلب حتى صافي الدموع هبطوا من عينيا. وانا نقول لها امي راه غنمشي نطيب الجليله وغنعاونها في التسخار وداك الشيء، ولكن راه انا ما عرفتش نطيب الكميه الكثيره، ماشي كثيره بزاف، ولكن المهم غنطيب واحد 9 ولا 10 ديال الطيور ديال الدجاج، وواحد الكيلوات محترمه ديال اللحم، ونوجد ديسير ونوجد اتاي. انا امي راه ما عرفت نطيب هاد الكونتيتي الكبيره، عمري ما طيبت لك دهكاك تاع الناس، وبغيتك امي تمشي معايا راه وعدتها. قالت لي قلت لها تمشي معايا تعاونيني نطيبوا ليها انا وياك. قالت لي يا الهلا يحييك ولا يطول عليك الزمان، نمشي نطيب لك لصاحبتك. انتي محال واش بنتي، انتي واقيلا بدلوك ليا في السبيطار، نمشي نطيب لعند الناس ما كنعرفهم ما كيعرفوني؟ مازال كون قلتي شي حد من العائله، شي حد كنعرفو واقف ليا العار ديالو، شي اختي شي بنت اختي، نمشي انا عند صاحبتك اللي ما كنعرف لا باها لا ما، وندخل السلام عليكم عليكم السلام جيت نطيب لكم فابور. اش خصك الخنفوسه الصابون البلدي والكيوسه؟ اش خصك الباتون القميص والمجدول؟ ايوا حطيتو ليا امي في السطل، واللي جاي طل دقتو ليا في المهراز ما يدود ما يخناز. صافي كالعاده جمعت داكشي اللي بقى من كرامتي، ما قديتش لا نغوت لا نتعاطى معاها، حيت داكشي اللي قالت طلع معايا، وفهمت باللي بصح درت الغلط ملي بروبوزيت على صاحبتي نطيب ليها. واصلا خديت واحد المغامره صعيبه، طياب يقدر ما يصدقش، انا ما عمرني في حياتي طيبت الكتره، واخا كنعرف نطيب وطيابي زين وبنين وما نخلي بسطيله، ما نخلي كرعين، ما نخلي دجاج محمر، ولكن عمري ما طيبت فوق 3 دجاجات الا كثرت، الا جا عندنا شي ضيف كبير جدا. البسطيله طيبتها مرات قليله في حياتي وهكذا، اما باش نطيب للضياف والمسؤوليه والنهار ديال العرس عمري ما درتها. دفعت الجبهه وقلت اش كاع كدير هاد الطيابه ديال العرس، كتصنع النواوي؟ لا، اذا غنمشي ونتجبه ونديرها حتى انا.
انا هي الناطقه الرسميه باسم حكومه الجبهه والسنطيحه. صافي غادا ديك 15 يوم وكتنقص، غدا تبقى 14 يوم، بعد غدا تبقى 13 يوم، اللي تابعو 12 يوم وهي غاديه، وداك الشيء على العد العكسي. ومازال ما قلتش لصاحبتي جليله بلي راه غنجي نطيب ليها بوحدي وما بغاتش امي، وباللي امي حتى ديك العراضه ما غتمشيش ليها، قالت لك مرضاتش هي تمشي وانا غنطيب تما كي الدريريسه. كون غير كنت مخلصه بحال اللياتي الطيابات كيمشيو وكيديروا خدمتهم ويتخلصوا ويجيو فحالهم، انا غاديه هكاك. صافي وصل داك النهار وقلت لها الجليله راه صاحبتي غادي نجي وما تخافيش، وجابت داكشي كله التقضيه، وجابوا الدجاج، جابوا اللي كاع ذكرتيه يحطوه، اللحم، الديسير، الحلوه، كلشي جابوه. مشيت انا الليل عندهم في الليل، بحال غدا يجيو الناس، مشيت انا بالليل، شرملت الدجاج وغسلته نتوما مالين الخير، وجلست في الارض وعطاوني البانيو، نحك ونقول ما حكيتش، نحك ونقول ما حكيتش، حتى ندمت علاش درت هذاك البليزير. سقطر داكشي وقديتو شرملتو ودرناه في الفريغو باش غدا نطيبوه. وحطيت داك اللحم وما عرفت منين نبدا ليه، هذاك اللحم شحال خصني ندير، واش خصني نكثر، غادي تكمش ليا في القميله، واش كذا واش كذا. جابوا لي 2 ريشوات و2 قوامل كبار شويه. وانا ما جانيش النعاس في هذيك الليله بكثره التوتر، مشيت نموت ونمشي عند سيدي ربي، ناعسه وكنحلم بالمسامر كيتخشاو فيا بحال الدجاجه كدور في ديك الاله ديال الشاورما، وكنتخيل داك اللحم بحال انا اللي كطيبيني في ديك الدغميره، وكنحلم بشي دجاجه محمره جاريه عليا بالصنداله. شفت الكوابيس اللي ما عمري ما شفت بكثره الخلعه والرعب. صافي هي هاديك نط مع الصباح، حليت واحد العين محلوله وحده مسدوده قبل ما يفيقوا الناس، مازال الظلام الفجر ما ودنش. مشيت للطواليت غسلت وجهي وتركت نيشه للكوزينه، وبديت كنوجد وكنحط ها الزيت ها القرفه، عمرني ما شفت هذاك الحجم ديال المقادير، خلعوني. واخا راه كنطيب الدجاج المحمر تاكلي عليه ضفار يديك، وكنعرف مقادير وكنصرعو كلشي، ولكني ما عمري طيبت الكونتيتي الكبيره، خلعتني. وكنشوف داكشي قدامي، عرم تاع الدجاج خاصو يطيب، شحال العافيه خصني ندير، شحال تاع الزيت خصني ندير، شحال تاع القرفه. حفيت الفيديوهات ديال يوتيوب في اللي دوك 15 يوم. امها غير كتسول فينا هي امك، يا قلتي غتعاونك يا كدا، ونسيتها انا بالهضره. لا راه غتجي، لا ماشي مشكل، لا خالتي هادشي ساهل، ويلا خالتي انا مولفه كنطيب 100 دجاجه، لا 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 هادشي ماشي مشكل. صافي امها دغيا تيقات ولابسه هي داك القميص ديالها ومقابله الضياف، دغيا صافي عندها اصلا مسؤوليه كبار من داكشي، بصات تقابل الناس والعرس وكذا، واخا داكشي قليل. انا بديت كنطيب وتشمي ريحه داك الدجاج في ديك الدار، ونصبت اللحم في القميله الاخرى ودرت ليه التغميره ديالو، وداك الشيء غادي هو هذاك الى حد هذيك الساعه. وجدت الزيتون، جات جالسه حدايا واحد البنت كتعاونني، جابوها باش تبقى تغسل الماعن. ستفت الديسير ودرت كلشي، حطيت 2 بلاطوات كبار ديولتين نتوما مالين الخير، وجدت فيهم اتاي وحطيت دوازاتاي والحلوى وداكشي اللي جابو كله ديال الحلويات اللي غيتحطوا للناس مع الدخله. وانا بقيت في هذيك الكوزينه حتى لواحد الوقت ما نضتش منها. الناس الا طاب داك الدجاج كتحيديه من الدغميره وتخليه، انا خليته كيطيب 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 كيطيب، وينشف الماء ونزيد الماء، وينشف الماء ونزيد الماء، وينشف الماء ونزيد الماء، حتى بدا كيبان ليا كنحرك الدجاجه وتخلي اللحم، نحرك الدجاجه وتخلي شويه اللحم، عاد قال لي راسي صافي هزيهم. نسيت هذيك المرحله بكثره التوتر، عاد هزيت دوك الدجيجات مساكن، خشيت فيهم داك العود وحطيتهم في واحد الشبكه ما فيهم ما تهزي، صافي تفرتو. وداز الوقت وفطروا الناس مالين الدار وقادوا داك الشيء ورشوا داك الشيء اللي غير رشوا، شعلوا المبيخره ولبسوا داك الشيء اللي غير لبسوا، طلقوا الموسيقى، جاو الناس وبدات الحفله، ودوروا ياتاي ودوروا العصير ودوروا الحلوى، واللي دار ما يدورش، والعريس ومو وخواتاتو وهي وباها. المهم كانوا الناس قلال، ولكن كانت داكشي لومبيونس زوينه ديال الحفله. انا غير جالسه في ديك الكوزينه، ما كرهت تكون تحلت الارض وبلعتني ونهرب من هذا الواقع اللي حطيت فيه راسي. الدجاج طاب ليا وداز ليه الطياب بزاف. صافي وهي تجي عندي امها قالت لي صافي بنتي، هذا الوقت فاش تقلي الدجاج في الزيت، راه واحد شويه غادي نحطو الغدا، واحد نص ساعه صافي. قلت لها واخا خالتي هاد ديسير واجد، كلشي واجد.
ملي تبغيو تحطو قوليها ليا ندير هاد الشيء. طيب ها اللحم ها هو طيب، هاد الديسير واجد، هاد الدجاج. داك اللحم انا كنطلع عليه ولا بحال داك البعر ديال الحمار حاشاكم، طاب بزاف حتى قساح. طلع عليه تشوفيه كي الفاخر في وسط ديك المرقه. صافي انا غير شعلت ديك الكوكوت عامره بالزيت باش نقلي فيها الدجاج. شعلتها بربرت حتى ولا كيطلع منها البخار ديال السخونيه 900 درجه سيلسيوس. الدجاجه اللي حطيتها يطيح منها النص طابت حتى صافي. المهم كنجمعها بدوك المعالق ديال الخشب ونبقى شاده فيها وهي كتقلى في ديك الكوكوط ديال الزيت حتى ولا داك الدجاج قري، ما هو محمر، ما هو ذهبي، ما هو صفار، ما هو داك الدجاج اللي كتعرفيه معسل، ما ولا داك اللون رمادي غامق. دوزت ليه الطياب بزاف ونهز ونحط، حيت كنقول انا الا تحمرت بزاف غادي تجمع ما تبقاش مفرته ليا. ونحمر ونحط حتى جات المراه قالت لي اش هادشي. لقات دوك الدجاجات محطوطين محمرين مجمرين حتى ولاو كحلين كي داك جوز الهند. ما تلف الدجاجه لا رجلين لا يدين لا الفخاد لا الصدر لا العنق، ما فيها حتى شي معالم. عرمتهم في داك الطبسيل بحال شي كاميو خوا فيه الحجار. جات امها تصدمت، وجهها ولا بان بساجي بالخلعه. قالت لي يلا بنتي دوزتي ليه الطياب بزاف وحمرتيه، حرقتيه، راه ماشي حمرتيه، تحرق هاد الدجاج. قلت لها لا خالتي داك هي التحميره اللي كنديرو، راه ملي غادي نحطو في الطبسيل غنكب عليه الدغميره غيولي زوين ما غيبان والو. ها انت شوفي الدغميره كي خاطره بالزيتون ديالها، ها هما النصاص ديال الحمض المصير عمرتهم بالهريسه الخضراء والحمراء نحطهم من الفوق. قالت لي الهريسه طلعيها معاك، الله يعطيك الله يدير لك اش هاد الحاله. اويلا عباد الله، السي دريس وهي تعيط لبات البنت. دريس راجلها وهو يجي عندي وهي طيح الدموع وقالت لي ويلا عباد الله اش هادشوها، الناس كيتسناو الغدا، شوف هادشي اللي حطت ليا هادي، حرقت الدجاجه عباد الله. هي غير جات الدجاجه اللي هزتها طرخه لها في يديها بكثره الطياب. داك الدجاج طاب من الداخل حتى ولا كيتمر، داك السكري تمسيه ويتبعك، والجلده محروقه. عمرني ما طرات لي هذيك المهزله. انا بقاو عندي جوج ديال الخيارات في الحياه، يا اما نهرب يا اما نلوح راسي في هذيك الكوكوت نتقلع حتى انا بحال الدجاج ويتقطع حسي وتهنى مني البشريه. تحرجت بزاف وما رضيتش نحط البنت في هذاك الموقف المحرج في احسن نهار في حياتها، والضياف والناس كيتسناو وغنحشمها مع العريس. غادي تبقى تحطوا ليها عجوزتها الى يوم القيامه، تقول لي هذاك الدجاج المكموض اللي درتو لينا في العرس مع العجوزه خصها غير فاش تشد واللوسات حتى هما. ايوا صافي المراه تبكي وتقول ما بكيتش، تبكي وتقول ما بكيتش، وهي تجلس على واحد الكرسي وكتهز داك الدجاج وكتستفو معايا في الطبسيل وكتكب عليه الدغميره والو. داك الدجاج 3 دجاجات في الطبسيل بحال حطيتي 3 الصندالات في الطبسيل، ما هو فيه ما يتكال، ما هو فيه ما تلوحي حتى الكلاب ديال الزنقه، تلوحيه الكلب ويقول لك حاشاك كوليه انت نيت. صافي في هذه الاثناء كانت المراه والسي دريس وعيطوا على خالتهم وتجمعت عليا الدنيا في الكوزينه، واقفين عليا بتقاشطهم وبقميصهم بحال شي حلمه ديال العصر، وانا جالسه في داك الكريسي وسط دوك القوام وسط الطبزيره والتعطيره وداك الشيء كلشي، والزيت تاع لوسيور واقفه حدايا كبر مني. صافي وكنهضروا وكيقولوا يلا ياخذ فيك الحق، واش انتي كتعرفي طيبي واش كذا وي في ديك الكوزينه بطرطق عليا بالصهد والاحراج. تلهينا في الهضره حتى تحرق اللحم، داك اللحم اللي ديجا هو مسكين تحرق زاد تحرق، وانا نشم ديك الريحه وانا ندير واحد السربيته هزيت بها الغطايه ديال الكاميله ديال اللحم، وانا نلقى واحد المنظر اما تبغيهش العدوك. لقيت داكشي ولا بحال القطران، امشى ما بقات فيه حتى شي كداده، ما بقى فيه ما تلوحي للكلب. صافي مع شمت المراه ديك الريحه ديال الحريق سخفت ليهم وكيتخاصموا كيتغوتوا داك الغوات الصامت باش ما يسمعوهمش الضياف اللي جالسين في الصاله. انا جالسه تما كي الكلب، ما تلوش عندي العينين اللي نطلع في عباد الله ولا نقول لهم والو. شفت حتى عيتو هما يهبطوا لي الدميعات وبقيت وانا ما كنت غتجي امي تعاوني وكذا كذا كذا،
نبكي هيق 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 حتى بقيت فيهم. ناض الراجل مع الدري اللي ولد خالة البنت وخالتها وركبوا الطوموبيل ومشاو كيقلبوا فين هيجيبوا الماكله. جاب الله ديك الساعه مازال الحال شي 8، حيت الضياف في المغرب كيقولك غنجيو نتغداو مع 12 ولا الجوج، ما يجوك حتى ل 8 د الليل. ايوا مشاو كيجريو كيقلبوا على ما تعاود ليا من بعد. مشاو لواحد الريستورون كيدير الاكل المغربي. دوك المطاعم كيكون مكتوبه فيهم مطعم مغربي، نتيت في المغرب مكتوبه فيه مطعم مغربي، زعما كيدير داكشي ديال الهرقمه وكيديروا الرفيسه وكيديروا اللحم بالبرقوق، كيديروا كلشي. ايوا مشاو طلبوا الدجاج المحمر وقالوا لهم حنا راه ما كنديروش كونتيتي كبيره، ونيغوسيو معاهم وعافاكم وداكشي اورجون، وجابوا الدجاج وجابوا الدغميره في الطاسات وجابوا داكشي اونبورتي، واحد التبهديله ما تبغيها العدوك، وجابوا اللحم بالبرقوق شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا. ومني جاو للدار داك البرقوق ما هو هذاكش، عاد مشاو جابوا داكشي البرقوق اخر جديد، حيت راه كاع داك البرقوق اللي جابوا ليا كله عسلته. عاد كيسرق الزيت في الكاسرونه، جابوا برقوق اخر وعسلوه، وجابوا الجنجلان وقدوا داكشي وحطوا داك اللحم سخنوه خوه العباد الله في الطباصل وديباناو باش ما عطا الله. الماكله الزنقه واخا هو دجاج محمر ومطعم مغربي زعما محترم وكلشي، ولكن كتبقى المقله الزنقه هي الماكله الزنقه. المهم حطوا مساكن داكشي، جمعوا ديك التبهديله. ناضت المراه وهي تجري عليا، انا مازال جالسه في الكوزينه ما تحركتش. كلشي هادشي وقع ومشاو الناس وجاو الناس وطلعوا هبطوا صايبوا داك البرقوق وكلشي دار قدام ناظري امام عيني. انا ما تحركت، ما حزرني حتى، انا غير كنبكي ونمسح بديك السربيته باش كنهز الغطايه باش كنمسح وجهي، ودايره ديك الطابليه كبر مني تحت الكروات. جالسه تقولي لي ويلك كلبه، ونقول لك نعم. ما عرفت واش نمشي، واش نهضر مع العروسه، واش العروسه هي صاحبتي مسكينه ما فراسها ما يتعاود، ما عرفت ما ندير. المهم كلاو الناس وجمعوا الناس داكشي، وجات عندي المراه قالت لي واش انتي مازال جالسه هنا؟ قلت لها يا خالتي. قالت لي الله يخوي لك الجناب، الهلا يحييك، وحاشاك انا نكون انا خالتك ولا اختي تولد بحالك. خرجي عليا نوضي خرجي عليا. وهي تجري عليا. قلت لها بلاتي عطيني غير جلابتي، فين حوايجي صاكي؟ قالت لي والله لا ديتي شي صاك ولا شي حوايج ولا شي حاجه، وعطي ابتساع لبنتي. اش هاد التبهديله درتي لينا؟ اش هاد الشوهه؟ في الاخر الناس وكلناهم الماكله ديال الزنقه، الله ياخذ فيك الحق الكلبه الدايره. ويكوك انا وياها في ديك الكوزينه. اش داك الحلوه ديال لاكريم تكتبي فيها شداك ليها، حيت انا مع فيا لافونس بزاف والجبهه والسنطيحه. ديك الحلوه ديال لاكريم اللي غيفرقوا الناس زعما من النساء للعرس، جابوها بيضاء وفيها شي وريضات في الجناب ما مكتوب فيها حتى حاجه، وانا نشدها وشديت الشوكولاط ذوبته وانا نكتب فيها مبروك الزواج الجي، حرف الجي زعما جليله، وداك حرف الجي تعوج ليا جا كي المنجل محطوط تما تشوهات هذيك الكيكه. شافتها قالت لي اش هاد الشي اللي درتي، اش هاد الشي مكبوب على الكيكه، الله يعطيك الله يدير لك الله يفعل لك الله يترك لك. وجرات عليا ما داو الناس ما جاوبوا صافي، وخرجت مع الباب بديك الطابليه ديالتي وداك الزويف تاع حياتي اللي عاقداه وحالتي ويامي وريحه القرفه وريحه الدجاج المحمر كتعطي فيا المحروق. وهبطت مع الدرج دردفت وكنبكي ونقول ما بكيتش، ما هز لا تليفوني لا صاكي لا حوايجي لا والو، ما كاينش اللي دوي معايا. صافي وخرجت تما وطلبت مول الحانوت اللي حداهم، قلت ليه هو السي فلان الله يرحم لك الوالدين لا ما عطيني شي 10 دراهم حتى نعطيها لك، اش كاين ياك لاباس؟ قلت ليه والو شي حاجه وصافي. وانا كنبكي عطاني مسكينه الفرانك مدها ليا، شديت بها الطاكسي بهذيك الطابليه ومشيت للدار. عاودت لمي ما جرى ليا وضحك عليا واهيهي وكاكا واهيهي وكاكا، وحرقتي الدجاج وهكاك مزيان لك باش تعلمي تدخلي سوق راسك ويك 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 ويك. تصدمت من رد الفعل ديال امي، ما تحن فيك واخا تشوفك كتقرضي. وداز هذاك العرس وداز كلشي، ومشات جليله لدارها وجابت الخبار مازال ودوات معايا وهضرت معايا وقالت لي ماشي مشكله صاحبتي، واخا داك الدجاج كان حالته مزفر ديال الزنقه وداك اللحم حتى هو حشمني، وهذاك احسن نهار عندي وتخسر، ولاني انا فاهمك انك انت باغا ديري معايا غير الخير وكذا وكذا. صافي وتصالحنا وبقات هي صاحبتي.
ودازت الايام والشهور والسنوات وتزوجت حتى انايا وعندي وليداتي، ودابا لي كنعاود لكم القصه. وكندوز واحد التحيه عطيره لصاحبتي جليله، راها عزيزه عليا، وقلت لها الا كتاب غندوز قصتي وغتسمعيها، وكندوز لها واحد الاعتذار كبير ورسمي، وكنقول لها سمحي لي بزاف، وكنتمنى هاد القصه تاخذوا منها العبره البنات اللي فيهم الطيران والجبهه ينقصوا منها شويه. وشكرا لكم على الاستماع.